تعالي بقى نشوف وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة ودايما اقتصادية كالعادة، لكن دايما النتيجة هتبهرك فعليا. ده مش كيك عادي أبدا، ده كيك الخميرة أو كيك البريوش أو الباباز، الكيكاية الهشة الدايبة المسقية بالشربات اللي هتوديكي في حتة تانية خالص وتنفع للمناسبات، وهتخليكي تستغني عن كل أنواع الكيك فعليا من جمالها. هتبهر ولادك، وعاملاها لك بقى بطريقة ومقادير مظبوطة 100%، عمرها ما هتخيب معاكي أبدا. عمري ما باعمل وصفة غير أمّا أجرّبها مرّة و2 و3 علشان أجيب لِك المقادير 100% مضبوطة حتى لو أول مرّة تخشي المطبخ. كمّلي معايا الفيديو لإنِّك مش هتندمي أبدًا. بسم الله الرحمن الرحيم. في بولة نُص كوباية من اللبن، معلقة كبيرة من السكر، كيس خميرة فورية كامل، وما تنسوش المعلقة اللي باستخدمها في الوصفة هي نفس المعلقة، والكوباية هي نفس الكوباية، معلقتين من الدقيق هرميتين. هابدأ أضربهم بالمضرب اليدوي العادي لحد ما الدقيق يختفي تمامًا من التكتلات، وأسيب الخميرة تتفاعل على جنب. في بولة تانية 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كيس من الفانيليا، معلقتين من السكر البودرة، 3 معالق من الزيت وممكن تستبدليه بسمنة أو زبدة، نُص كوباية من اللبن، نُص كوباية تانية غير الأولانية. هننزل بقى بخليط الخميرة اللي سِبناها تتفاعل على جنب، وهابدأ أجيب المضرب اليدوي بتاعي واضرب الخليط اللي قدامي ده في اتجاه واحد يا جماعة علشان ما اضيعش تفاعل الخميرة أبدا. واحضر بقى معايا الدقيق بتاعي اللي هو كوبايتين ونص من الدقيق المنخول، وعليهم نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهضربهم برضو في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده لحد ما الدقيق يتشرب كل السوائل اللي معايا. وهتشوفي دلوقتي سمك العجينة عامل ازاي. شوفي سمك العجينة علشان طبعا ممكن تحتاجي دقيق، لكن متأكدة انك مش هتحتاجي، الوصفة مظبوطة جدا. هتفضلي تقلبي كده في اتجاه واحد، هتلاقي العجينة معاكي كده طرية وبتمط. تمام. اتقل شوية من عجينة الزلابية، المهم خدي بالك وشوفي سمك العجينة قدامك. بعد كده هحضر بقى صينية عندي تكون عالية سمكها، يعني حيطانها عالية كده بالبلدي، علشان لما تتخمر تاخد سمك الكيك بتاعي. تمام. هنا خلاص يا جماعة ده سمك العجينة. جبت الصينية بتاعتي مقاسها 24 أو 26، دهنتها دهنة كويسة جدا من الزيت أو بالسمنة براحتك من الجوانب، وهبدأ بقى أبدرها بمعلقة كبيرة من الدقيق حطيتها في الصينية، وهبدأ ألف معلقة الدقيق كده جوه الصينية زي ما انتم شايفين من على الجوانب وحيطان الصينية علشان تشرب الدقيق تماما. وما تنسيش تنفضي الدقيق تماما بعد ما تبدري الصينية، تنفضي الدقيق الزايد وتنزليه من الصينية، دي نقطة مهمة وهعرفك دلوقتي كمان شوية بعدين ليه. تمام. بدأت كده اهي ابدر الصينية، وخلاص هرمي بقى شوية الدقيق دول لانهم للأسف مش هينفعوا. تمام. وبعد كده اجيب صينيتي، وبما اني ما عنديش قالب مفتوح من النص، فهبدأ احط الكوباية اللي عندي دي، وابدأ انزل العجين بتاعي او خليط الكيك بتاعي من على جوانب الكوباية زي ما انتم شايفين كده. بنزلها بالراحة وتبقى متساوية بقدر الامكان طبعا عشان تطلع معاكي متساوية، يبقى شكلها مظبوط لما تستوي. في الوقت ده هسيبها تتخمر لمدة نص ساعة بعد ما صبيتها في الصينية. هنا ما شاء الله اتخمرت بعد نص ساعة. هرجع اعمل برضو اخمرها مرة تانية. الصينية ديت مية مغلية، وهبدأ احطها اسفل الفرن بتاعي، واحط صينية الكيك على الشبكة تتخمر تاني لمدة ربع ساعة. وهنا اتخمرت بعد ربع ساعة عن طريق المية المغلية اللي حطيتها اسفل الفرن. وبعد كده بطلعها وبسخن الفرن درجة حرارة عالية، وبعد كده بظبط الفرن على 180 وادخل الكيك بتاعي على الشبكة ربع ساعة بالظبط بالكتير او تلت ساعة. بشغل ما بشغلش على فكرة الشواية خالص،
هتلاقيها تحفة. هنا طبعًا بتقعد ربع ساعة بالضبط، بتطلع باسيبها تبرد، هنا كانت بردت تمامًا يا جماعة، ولذلك وشها يعني شقّق شوية لإنها كانت بردت. باشيل بالراحة خالص ال الإزازة بتاعتي أو الكوباية بتاعتي اللي حطيتها في الوسط، وبابدأ أفرّغها بمنتهى السهولة وبتنزل بمنتهى السهولة. وهنا باكون محضّرة معايا الشربات، كوبايتين من المَيّة، كوباية من السكر، عصرة نُص ليمونة، 5 دقايق بالضبط وباطفي عليه، ولازم الشربات يبقى بارد والكيك كمان بارد. هنا بقى لإني كنت في شوية دقيق كده ما وأنا باعفّر أو بابدّر الصينية، فهو ده اللي خلّى البياض ده، لكن هيختفي دلوقتي تمامًا لمّا نصُب الشربات بتاعنا. كمية الشربات هنا كانت زيادة شوية، يعني هيتبقي كده في حدود نُص كوباية هتتبقى من الشربات اللي أنا عاملاه. لكن هي شربت كل الشربات واتبقى شوية، أنا نزّلتهم من الطبق عشان إيه، للأمانة عشان ما تبقاش مسكّرة أوي معاكِ. نُص كوباية بالضبط اتبقوا من الشربات. هنا باسيبها كده ربع ساعة تشرّب الشربات تمامًا، وبانزل بقى بالكاستر بتاعي، وممكن تعملي كريم شانتيه. طبعًا الكاستر سهل، كوبايتين من اللبن ومعلقتين كبار من الكاستر على البارد باقلّبهم، ومعاهم معلقتين من السكر، وبارفعهم على النار لمّا يتماسكوا، وباسيبه على جنب لمّا يبرد، واغطّي وشه بكيس من أكياس التلاجة علشان ما يعملش قشرة، وباحطه في كيس من أكياس التلاجة واصُبّه جوّه الكيك زي ما أنتم شايفين كده، وتزينيه بقى بالفاكهة بتبقى تحفة جدًا. مع الفراولة يا جماعة بتبقى عالمية، لكن ما كانتش موجودة عندي فراولة، زيّنت بشوية سوداني أو أي مكسرات عندِك والتزيين براحتك. وكُلي أحلى كيك فعليًا ممكن تقدّميه في المناسبات لولادِك